بكل الناس اللي هون دنياني احكي بالانجليزي. احكي بالعربي بنفهمك. انا بحكي انجليزي الحمد لله رب العالمين. بس القضية اللي صارت قضية واحد امريكي او يهودي مع واحد مسلم على ارض امريكية، فالطرفين بيحكوش انجليزي، فانا ليش احكي بالانجليزي؟ انا هون لاني ابو الولد، مش لاني رجل سياسي او رجل دين. انا هون ابو طفل انتهك حقه. في عائلات بالنسبة لي موجودة في البلاد هي الأحق إنها تفهم شو اللي بصير. كلهم هناك بتطلعوا شايفين الأعلام مرفوعة، مش عارفين مين اللي رفعها، هو عربي ولا مسلم ولا أمريكي ولا يهودي. هذول الناس الأحق إنهم يعرفوا شو اللي صار. أنا القضية اللي صارت معي مش قضية، أنا ابني هدية لشهد شهيد. أنا بتمنى إنهم يتقبلوا مني أهل غزة وأي حدا كمان. قضية حماس وقضية غزة ما هي قضية عالم، مش قضية بلد وبلد. أنا أصغر من إني أحكي عنها. بتمنى إنه ابني يكون هو رصاصة اللي من خلالها تنحل هاي القضية. إحنا كشعب مسلم بيحكوا عنا مجرمين وبيحكوا عنا إرهابيين، وهم الشعب الإسرائيلي الأبطال، وما في مشكلة عندنا بهذا الحكي. بس أنا ما بدي أبرر ولا بدي أحكي أي شيء، بس أنا بدي أفهم هم شو تفسيرهم لهذا الحكي. لما واحد زلمة رجل ما يحاول أصلا يقترب من الأب، راح اقترب من الأم، وهاي الأم بنت من بنات فلسطين، وبرضه ما قدر عليها، شوهت وجهه، وراح جاب سكين وانتقم من الولد.